هنا. طب كويس. عبد الله، مساء الانوار يا عبد الله. مساء الانوار يا كابتن. وحشنا يا عبد الله والله. ربنا يخليك يا كابتن، انت كمان والله. يعني عايز تقول حاجه لاحمد سمير قبل ما اكمل معاك الحوار؟ عايز اقول له ربنا يهديه. يقول له ايه؟ ربنا يهديه. ربنا يهديه. ليه؟ هو ماله؟ ايه اللي حصل له؟ لا انا بهزر معاه. بتهزر معاه اكيد. انت في بيتك ولا على القهوه زي المره اللي فاتت؟ زي المره اللي فاتت بتفرج، هو عارف انا قاعد فين. قاعد فين؟ هو قاعد فين؟ بيلعب دومنا في جراندس. بيلعب دومنا؟ ما انا حازم بيلعب عند حازم في دومنا في جراندس. بيلعب دومنا. دومنا دومنا بس ما بعرفش يلعب يا كابتن والله. قفلت ولا ما قفلت؟ قول لي يا عبد الله، بتلعبوا الدومنا على المشاريب؟ قول لي بصراحه ولا كده؟ على العشاء كده ساعات. على العشاء؟ ما اصلا ما ينفعش من لازم ادفعوا العشاء وامشي. انت كل يوم انت اللي بتدفع؟ ها؟ لا هو بقى. هو اللي بيدفع. ما انا اللي بكسب. انت اللي بتكسب. لعيب جامد يعني في الدومنه. لعيب دومنه جامد. لعيب جامد. دومنه بس ما بيعرفش يلعب كوره. دومنه وحظ يا عم. هو بيلعب دومنه بس ما بيعرفش يلعب كوره يا كابتن. مفيش كوره. بيلعب دومنه بس. دومنه بس. يعني عبد الله طبعا، وانا هسال احمد دلوقتي لكن حابب اسمع اكيد وجهه نظرك. اكيد الفتره الاخيره انتوا كلاعيبه كوره اكيد النتائج مش مريحاكم. طبعا. ليه؟ قول لي ليه يا عبد الله من وجهه نظرك انت الشخصيه. والله انا يعني احنا بنخسر في، يعني في حاجه غلط، ما تعرفش في ايه يعني. في الملعب كده تحس في قله تركيز. في لعيبه مش يعني مش ما فيش روح. فاحنا شايف في احداث كتير عندنا في النادي بتحصل، تخليها اللعيبه يعني تعبانه، في مشاكل كتير ومشاكل فلوس ومشاكل ماديه ومشاكل في الاداره ومشاكل في البلد وكده، فمخليها اللعيبه مش ما فيش روح، يعني ما فيش روح ان هي تنزل تلعب وتأدي وكده. فهي دي عامله لنا مشاكل يعني. يعني انتوا حاسين بالاوضاع المحيطه فمأثره عليكم نفسيا يعني، تقصد يا عبد الله؟ بالظبط. المشاكل اللي موجوده في النادي يعني قدامنا كلنا، قدام كل الناس واللعيبه متابعاها. فانت لما تلعب، انت بتلعب في نادي وحاسس بالمشاكل كلها حواليك، مشاكل كلها واسماعيليه صغيره والدنيا كلها ومشاكل، فلازم هتاثر عليك كلاعب يعني. ما حدش يقول لا ما تاثرش عليك، مش هينفع تطلع نفسك بره يعني خالص. هي مش هتعرف تفصل يعني، مشاكل في كل حاجه. فانت يعني طب انت مستقبلك في النادي ده مش عارف في ايه المشاكل دي كلها ومشاكل قدام كله، مش حتى مش يعني الناس مش مداري عليها. فهي دي عندنا، هي دي المشكله يعني. حد فتحك في التجديد ولا لسه يا عبد الله؟ لا والله انا ما فيش حد لسه كلمني في تجديد او كده. انا لسه لي الموسم ده والموسم اللي بعده. ما هو المفروض يبتدوا يتكلموا معاكوا يعني في النص الثاني من الموسم ده بالكتير. والله ما هو زي ما قال لك احمد من شويه، هو في لعيبه كتير، غير ان في مشاكل طبعا في الماديه وكده. فالناس برضو هتفكر ان هي تقعد تتكلم معاك دلوقتي وانت اصلا ليك فلوس يعني متاخره، فهيقعد يتكلم معاك في تجديد ولا يديك فلوسك المتاخره ولا يعني هي دي زي ما بقول لحضرتك عندنا مشاكل في الموضوع ده. فهي دي اللي مأثرة طبعا. دي نقطة مهمة فعلا. كذا واحد عقده يخلص الموسم اللي جاي، فهي دي طبعا مش عارفين بقى هيعملوا ايه. كان في لقطة يا عبد الله في الماتش الأخير، انت يعني انفعلت جامد قوي على أحمد حجازي، كنت بتقول له ايه أو كان ايه الحوار؟ لا انا مش انفعلت. كانت اللقطة خدتك يعني؟ انا كان ما انفعلتش على أحمد حجازي، انا يعني عشان الجون دخل فينا. يعني عارف انت يا كابتن، الواحد زي ما يكون حاسس ان مش هنكسب يعني. انت جبت جون وبعد كده حاسس ان هيخش فيك جون، ما اعرفش ليه كده احساس داخلك انت ما هيخش فيك جون. فلما دخل الجون انا نرفزت جدا ان الجون دخل، فكنت بنط يعني كده، مش لحد معين يعني، ما بزعقش لحد معين. اللقطه قدامك اهي يا عبد الله، قدامك اللقطه اهي. ان هي لما الكوره كده كانت اتقطعت من صديق وبعد كده عدى من حجازي كده. فانا جاي بقى حاسس ان هي الكوره دي جون، فلما دخلت كده بقى بنط بزعق كده اللي هو يعني حرام يعني، مش بزعق لحد معين ولا اي حاجه. انت منفعل مع نفسك. كده فاهم. منفعل مع نفسك. ما كنتش بزعق لحد. بس اول ماتش بعد التوقف مع مين يا عبد الله؟ مع الجيش ان شاء الله، عندنا في الاسماعيليه. مع الجيش في الاسماعيليه. كويس. وربنا يكرمنا ان شاء الله ننسى بقى الفتره اللي فاتت دي ان شاء الله وتبتدوا بقى مرحله حلوه يا عبد الله ان شاء الله. والله نتمنى ان الدنيا يعني تهدى في اسماعيليه وكل مشاكل تخلص
ونبدا بقى نركز ان شاء الله الماتش الجاي ده وننسى اللي فات ونركز الفتره الجايه دي. الدنيا مش بعيده، مش اخر مطاف اللي احنا الدوري لسه طويل. احنا تعادلنا وخسرنا لسه بدري، فعايزين نركز في اللي جاي وننسى اللي فات، بس تبدا الدنيا تتظبط ومشاكل كلها تخلص، وان شاء الله يبقى في احسن ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله يا عبد الله، وبكل توفيق يا عبد الله. اشكرك يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا.